ببيضة واحدة بس هنعمل قالب الانجليش كيك التحفة ده. مكوناته بسيطة، سهل وسريع، قوامه مظبوط جدا جدا. لو جربت الطريقة دي اتحداكي ان انتي تعملي اي طريقة تانية بعد كده، وهسيب لكم المقادير بتاعته ان شاء الله في صندوق الوصف. بس قبل ما نبتدي الوصفة، لو أول مرة تشوفوني وتتابعوني، أنا اسمي بسنت الألفي. أتمنى إن انتوا تتابعوني على صفحتي على الفيسبوك وتشتركوا في قناتي على اليوتيوب. ولو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير، ويلا بينا نبتدي الوصفة. معانا كوباية ونص من دقيق متعدد الاستعمالات، نص كوباية من اللبن، كوباية الا ربع من سكر الحبيبات، ربع كوباية زيت على ربع كوباية زبدة، بيضة، معلقة من البيكنج باودر والفانيليا. هنفضي بقى في الخلاط. انا هعمله بالهاند بلندر لان الكميه بسيطه، فمش محتاجه قوي ان انا استخدم الخلاط. هنحط البيضه، عليها السكر، عليها رشه الفانيليا، عليها معلقه من الخل، عليها الزبده والزيت، ونضرب كل ده في الخلاط كويس او بالهاند بلندر زي ما احنا شايفين.